هالمقابلة الشهيرة اللي خذيت فيها قرار في حل ترجي عام 71، كيفاش انطلقت البداية وكيفاش النهاية؟ شو أنا معناها شاهدت الظروف باش يكون وزير الشباب والرياضة. بالنسبة للحادث هذا، الحادث هذا صار عام 71. تعرفوا انتم ان كون الوزير الاول ولا رئيس جمهوريه ولا الوزير الشباب والرياضة كان يجب يغير ما عنده في الاجنده نتاعو يوم ما هو في اختتام معناها المباريات البطوله او الكاس. المدير الاول يعرفوا ان لو 10 ولا 15 جويز يكون حاضر في الستاد. ولهذا قررنا في عام يوم ما في شهر جوان ولا حاجه كانت الكاس، النهايه في الكاس ما بين الصفاقس وترجي. بورقيبه شي مش حاضر الساعه. لا بورقيبه كان غايب في الخارج. كان خارج. حضرت انا سيدي هذا الوزراء معنا الكل. حضرنا وكان قبل ما يقع الماتش كان ثم مشاكل. شنو الاشكاليه الموجوده؟ هذا هو الاشكاليه الموجوده هو كونه معناها كانت الترجي الهلالي طالب ان نرجي المقابل. علاش نرجي المقابل؟ خاطر عندهم لاعبين موقوفين كي يرجعوا المقابل يرجعوا يلعبوا. يرجعوا الكلوب سباكسيا يقول لك لا هذاك فزلنا الملعوبه مش خاطر فهم لاعبين تمام لاعبين واحنا عمرنا ما قررنا تاريخ ورجعنا فيه. رجعنا فيه هذه كانت لما واحد بات ولا حاجه عايز ترجع فيه باش تفضل معناها شو اسمه الجمعيه اللي بتلعب معك. مش امانه تاريخ وليس امانه تاريخ غير الحدث اللي صار. الحدث اللي صار لا غير مقبول تماما. ماهيش عاركه ما بين جماعه ستاد وجماعه الاسبيرونس وجماعه الكلوب افريكان في ستاد وبوليسيه داخله، لا. كنت قاعد انا وسيدي الميرا والوزراء واستهدفنا بعض من الجمهور الرياضي بالحجر وبالدبابس، وكان ما جاش حرس وطني مثلا عند سيدي الميرا حط يده على سيدي وخبى سيدي الميرا كله مجروح بالدبابس ضربوا والشتايم والغينات. علاش؟ بعد في المقابله بعد لا في المقابله وقت الاستاذ برك الموت كبار الموت وهاجوا جماعه وهاجوا معه، ولكن ثم شكون غادي موجودين مش هاجوا ما بين بعضهم ولا هاجوا على وقتها قررنا مع سيدي الميرا ومع المسؤولين انكم لازم تكون درس، لازم تعطي درس وقت. عمرنا ما كان في بالنا ان نقولوا الاسبيرونس تبعيوها ما عادش موجود ابدا، اما لازم هي الاسبيرونس رجع هي والسبورتير تاعها الكل ياخذوا قيمتهم. يعملوا وقفوا يعملوا ويدلوا باش شكون اللي اقترح الاقتراح منين؟ لا مش اقتراح فهموا بعض مش اقتراح. انت وسيدي لا انا وزير متحدث ما غيرش عندي الاقتراحات وعندي مع اقتراحات مش غادي نعمل اقتراح باش يخلوه وزير بالسيف. يبادلوا الراي هذا ممكن هذا مش ممكن هذا علاش وقتها كان عندنا القرار الاكبر اخطر من هذا وقرار وقتها طلع يعني الزواوي اللي كان صديق سيدي الميرا وكان هو الله يرحمه كان مدير مساعد بكر بندي طلع منه هو رئيس وقتها باش يستقيل الولايه بتاع مستقل باش ما نقولوش تحل الدرجه وقعد شهر ولا شهرين وتحل الدرجه وقتيا قعد شهر ولا شهرين وقعد شهر ولا شهرين بعد كيف جاء الرئيس انا رجعوا وكان مع عباده نعرف ولا قالوا باش الرئيس هو يرجعوا ما عادش تنجموا تتراجعوا. لا باش ترجع علاش تتراجع؟ فولوا الدرس يكون عنده مفعول على الاقل مفعول نهارين 10 ايام 20 يوم. مش ما قلناوش الترجي باش وقاتبات لا ابدا. الترجي معناها بعد 2 موا وقف على باش الموضوع